قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي ما تنساش انك تدعي لاخواتنا الابطال في كل مكان في الوطن العربي، ولو في حاجة في ايدك غير الدعاء اعملها فورا وما تتأخرش. وكالعادة يا صديقي مش محتاج اقول لك انك لو ما صليتش اي فرض من فروض ربنا النهارده فقوم صلي دلوقتي حالا قبل ما تتفرج على الفيديو ده، لان الصلاة اهم مني ومن الفيديو ومن اي حاجة في الدنيا. فيلم النهارده يا صديقي هو فيلم من النهايات اللي انا ممكن احطها في افضل 10 نهايات شفتها في حياتي. صراحة فيلم مفاجئ جدا. شوية حرامية رايحين يسرقوا بيت ناس عواجيز عادي جدا، وكان في خزنة برقم سري عايزين يفتحوها عشان ياخدوا كل الفلوس اللي فيها. الصدمة بقى في اللي لقوه جوه الخزنة دي يا صديقي. شاي جاهز؟ طب صلى على النبي ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا يا صديقي مع 3 شباب مراهقين، هما جاز وناثان وتيري، اللي كانوا قاعدين كده في عربية بيراقبوا رجل عجوز اسمه ريتشارد ومراته إيلين عشان يسرقوا بيتهم. بس وهم قاعدين كده مستنيين ريتشارد ومراته يمشوا، بتقرب منهم فجأة بنت اسمها ماري، ودي تبقى حبيبة ناثان. هم ان ماري بتزعق لناثان عشان خد عربيتها من غير ما يقول لها، بس ناثان بيهديها وبيقول لها ان هو محتاج له عربية ضروري وهيخلص بيها مصلحة في السريع وهيرجعها لها. وفي وسط الكلام ده تيري بيقول لهم ان ريتشارد ومراته مشيوا، فماري بتفهم على طول انهم ناويين يسرقوا بيت ريتشارد، فبتقول لناثان بلاش، الحرام اخرته وحشه يا ابني. ولكن ناثان بيتجاهل كلامها وبيطمنها انهم هيخلصوا في ظرف 20 دقيقه بس، وبيقنعها ان هي تستناهم في العربيه وتراقب لهم الجو بره البيت لحد لما يخلصوا. وعشان بقى يجبرها انها تستناهم بياخد مفاتيح العربيه معاه، وبتفضل مستنيها في العربيه فعلا وهي مش راضيه عن اللي بيحصل. طب ما تمشي وتسيبيهم يا بنتي طالما الموضوع مش عاجبك. المهم يعني ان ال3 شباب دول بينطوا من فوق سور البيت، وبسرعه جاز بيكسر ازاز الشباك عشان يدخل البيت. فتيري بيقول له ليه يا عم الاكشن اللي انت عامله على الفاضي ده؟ ما المفتاح تحت اهو، تحت قصيص الزرع، خده يا عم. وبنعرف هنا يا صديقي ان تيري هو اللي اقنع ناثان وجاز بموضوع السرقه، لان امه بتشتغل خادمه في بيت ريتشارد اساسا، وهو بيساعدها من وقت للتاني. عشان كده هو عارف كل حاجه عن البيت، وعارف كمان ان ريتشارد ومراته شايلين فلوسهم في خزانه كده جوه البيت. بس قبل يا صديقي ما نعرف ايه اللي حصل بعد كده، يا ريت لو انت ما عملتش تعليق او لايك على الفيديو ده لحد دلوقتي فاعمل لايك دلوقتي، واعمل لي تعليق تحت، اكتب لي فيه اي حاجه، اكتب لي فيه ايه اكتر فيلم بتحبه في القناه هنا، يعني اكتب اي حاجه. وكمان لو انت مش مشترك فيا ريت اشترك عشان نوصل 500,000 مشترك في اقرب وقت. وبس يلا نكمل الفيلم. هنا بقى صديقي ناثان وجاز بيسالوا تيري عن مكان الخزنه، فبيقول لهم ان هو يعرف ان في خزنه في البيت، انما ما يعرفش مكانها فين الصراحه. عامه يعني ال3 بيدوروا جوه البيت على مكان الخزنه، وبيكون جاز متعصب كده من غير سبب وبيكسر في اي حاجه يلاقيها قدامه، وبسرعه بيوصل لاوضه بنت مكتوب عليها اسم كات، وبيلاقي فيها عرايس كتير، فبيبدا يدمرها كلها على امل انه يلاقي مكان الخزنه. وعايزك يا صديقي تفتكر اسم كات عشان هنحتاجه قدام. المهم ان تيري بينزل للبدروم تحت وبيلاقي الخزنه هناك، فبينادي لاصحابه فبيروحوا له بسرعه وهم متحمسين جدا، بس بيتصدموا لما بيلاقوا انها خزنه برقم سري ومش عارفين يفتحوها. طبعا جاز بيتعصب جدا وبيهاجم تيري عشان ما قالوش على الموضوع ده، وكان فاكر انها خزنه عاديه وهيقدر يفتحها. بس عامه يعني تيري بيعتذر له وبيحاولوا بكذا طريقه انهم يفتحوا الخزنه، بس ما فيش فايده. هنا تيري بيقترح انهم يمشوا، ولكن جاز وناثان بيرفضوا يمشوا من غير فلوس. في الاخر بيقرروا ان هم يستنوا لما ريتشارد ومراته يرجعوا البيت وياخدوا منهم الباسورد عافيه بتاع قفل الخزنه دي ويمشوا. فبيطلعوا الدور اللي فوق وبيتفرجوا على التلفزيون عشان يضيعوا شويه وقت. بس في الوقت ده ماري بتقلق وبتندع على ناثان عشان يخرج لان هو اتاخر والليل دخل عليهم. او لما تيري بيسمع صوتها بيطلب من ناثان مفاتيح العربيه وبيقول له انه هيوصلها للبيت ويرجع، بس ناثان بيرفض وبيخرج يتكلم مع ماري وبيقول لها الدنيا تمام على الاخر، وبيطلب منها انها تدخل تقعد معاهم كمان. في الاول ماري بتتردد كده وبتكون محتاره، بس ناثان بيلح عليها لحد لما بتوافق. واول لما بتدخل ناثان بيبدا يلطف معاها الجو بقى، وده بيخلي تيري يحس بالغيره لسبب مش مفهوم، بس احنا هنفهمه قدام. وقتها تيري بيفوق من الحاله اللي هو فيها دي على صوت جاز، لانه بيلاقي صوره بنت في الصاله وبيتريق عليها. بس تيري بيزعله وبيقول له ان البنت دي هي كات بنت ريتشارد وايلين، وبيقول له كمان ان كات كانت مريضه وماتت من فتره قريبه. في اللحظه دي ريتشارد ومراته بيرجعوا البيت، فبسرعه بيوزع جاز شرابات على زمايله عشان يلبسوها ويخبوا ملامحهم. ماري كانت عاوزه تمشي بس جاز بيمنعها وبيجبرها تلبس شراب هي كمان. او لما ريتشارد ومراته ايلين بيدخلوا البيت ال3 بيهجموا عليهم بيكتفوهم بسرعه. وقتها ريتشارد كان قلقان على ايد مراته اللي اتعورت اثناء الهجوم ده، بس ال3 بيصرخوا في وشه وبيطلبوا منه انه يسكت. ولكن ماري اتحركت بسرعه ودورت على شنطه الاسعافات الاوليه في البيت لحد لما لقيتها وبدات تعالج جرح ايلين.
واثناء ما هي شغاله ريتشارد بيشوف تاتو على ايديها مكتوب فيه اسمها هي واختها التوأم، وبيحس كده انه يعرفها ولكنه بيسكت وما بيجيبش سيره عن الموضوع ده. بعدها الثلاثه بيطلبوا من ريتشارد ومراته انهم يعرفوهم الباسورد بتاع الخزنه، لكن ريتشارد بيرفض وبيقول لهم على شويه فلوس كده هو مخبيها في المطبخ، وكمان بيسلمهم محفظته اللي فيها كروت الكريدت كارد بتاعته، وبيقول لهم اظن كده اتعشت معاكم بقى، سيبوني انا ومراتي في حالنا وامشوا. بس اصحابنا طمعوا اكتر وطلبوا منه رقم الباسورد بتاع الخزنه، لكن ريتشارد بيرفض، فقاموا ساحبينه هو ومراته للبدروم وقعدوهم قدام الخزنه بالعافيه. وقتها ماري بتحس انها مش مرتاحه وبتقترح عليهم يمشوا، بس ناثان بيصمم وبيقول لها انه بيعمل كده عشان يتجوزها ويعيشوا حياه سعيده بدل العيشه الفقر اللي هم عايشينها دي. وبعد كده بيطلب من ريتشارد يقول الباسورد ده، بس هو بيفضل ساكت، فبيضربوا ناثان عشان يتكلم، بس الرجل العجوز ده مش بيتراجع عن رايه نهائيا. في الوقت ده ايلين بتكون مرعوبه جدا، وعمنا جاز بيحاول يحرقها بالسيجاره عشان تقول له على الباسورد بتاع الخزنه، بس اصحابه بيزعقوا له وبيقولوا له يبطل اللي هو بيعمله ده لان ده مش هيفيدهم في حاجه، والكلام كله عند ريتشارد وهو اللي عارف كل حاجه. فبيمسك جاز سكينه كده وبيديها لناثان وبيحرضوا انه يستخدمها ضد ريتشارد ومراته ويهددهم بيها، بس ماري بتشوف كده وبتجيب اخرها وتطلع الدور اللي فوق وهي غضبانه، وبتلاقي التليفون في البيت فبتاخده وتستخبى في الحمام، وبتحاول انها تتصل بالشرطه، بس قبل ما تلحق تقول اي حاجه جاز بيروح وراها وبيمسكها بغضب من شعرها وبيضربها عشان يخوفها ومخليهاش تعمل كده. تحت بقى في البدروم الكل بيسمع صويت ماري، بس ناثان بيبان انه مش مهتم، وهنا ريتشارد بيفاجئ الكل وبينادي تيري باسمه الحقيقي وبيقول له ان امه هتتصدم لما تعرف اللي حصل، وكمان بينادي ناثان باسمه وبيقول لهم شيلوا الشرابات من على وشوشكم لانها مش مخبيه حاجه اساسا، وبيقول لهم مين يا عيال اللي شرع عليكم الشورى المهببه دي، وبيحذرهم انهم ما يمشوش ورا واحد زي ده اللي هو اسمه جاز يعني عشان اخرتهم هتكون يا السجن. الكلام ده بيأثر في تيري وبيشيل الشراب من على وشه فعلا، فبيقوم ناثان قالع الشراب من على وشه، وكمان في الوقت ده بينزل جاز ومعاه ماري وبيربطها جنب ريتشارد ومراته، وبيستغرب لما بيلاقي تيري وناثان قالعين الشرابات، ولما بيعرف ان ريتشارد اتعرف عليهم بيقلع الشراب هو كمان من على وشه. ما هي الليله باظت خلاص. ساعتها ناثان بيحس ان الامور خرجت عن السيطره وبيحط السكين على رقبه ايلين وبيطلب من ريتشارد رقم الباسورد. في اللحظه دي جاز بيهمس بحاجه كده في ودن ناثان، بعدها ناثان بيهدد ريتشارد انه هيطير صباع ايلين لو ما قالش على الباسورد، فبيترعب ريتشارد وبيتحايل عليه انه ما يعملش كده. وقتها جاز بيحس ان ناثان ممكن يتراجع فبيرفع عليه مسدسه عشان يجبره يطير صباع ايلين، بس ناثان ما بيعجبوش ان جاز بيهدده فبيقوم هاجم عليه وبيتخانقوا سوا خناقه قويه، بس جاز في الاخر بيسيطر على الخناقه دي وبيقطع ناثان في بطنه. ريتشارد بيشوف المنظر ده وبيطلب انهم يفكوه عشان يلحق ينقذ حياه ناثان، بس جاز ما بيكونش مهتم وبيقول انه مش هيعمل كده غير لما ياخد الباسورد. الموضوع ده يا صديقي بيحط ريتشارد في موقف صعب، وفي الاخر بيضطر يقول رقم الباسورد لجاز اللي بسرعه بيقرب من الخزنه وهو طاير من الفرحه، في حين ان ريتشارد بيترجى تيري يفكه، بس تيري بينفض له لانه كان عمال يعيط وهو مصدوم من اللي حصل. المشكله بقى ان جاز بيكتشف ان الباسورد غلط، فبيقول له ريتشارد معلش يا ابني اصل اتلخبطت في الرقم من كتر الخوف اللي انا فيه، وبيديله باسورد تاني عشان يجربه. في الوقت ده ماري بتستغل انشغال جاز وبتفك نفسها بالراحه كده، ولما الباسورد التاني بيطلع غلط برضه جاز بيفقد اعصابه تماما، فبيمسك منشار كهرباء كده وبيروح ناحيه ايلين عشان يهجم عليها. ريتشارد بيفضل يترجاه وهو مرعوب انه ما يعملش كده، بس جاز مش بيسمع كلامه، لكن ماري بتظهر من ورا جاز وبتضربه بمطرقه على دماغه وبتقول له مع السلامه انت بقى يا زميلي. بعدها ماري بتفك ريتشارد وايلين وبتحررهم من قيودهم، وفي نفس الوقت بتكتشف ان البدروم بيوصل للجراج، وجوه الجراج في شاحنه فبتقرر ان هي تاخد فيها ناثان وتوديه للمستشفى، بس بتتفاجئ لما ريتشارد بيمسك المسدس وبيقول ان مفيش حد هيمشي، وبيقول لها كمان ان المستشفى بعيده وناثان بينزف وممكن يموت منها في الطريق. طبعا ماري بتقلق وبتكون خايفه جدا على ناثان، بس ريتشارد بيقول لها انه هيعالجه وبيطلب بقى منها ان هي وتيري ياخدوا ناثان للدور اللي فوق. بعدها بيحطوا ناثان في اوضه كده وبيكون باين عليه انه خلاص بيموت، بس ريتشارد بيفحص الجرح بتاعه وبيأكد ان مفيش اي اعضاء حيويه اتصابت، وبيطلب من ماري وتيري انهم يخرجوا لانه محتاج هدوء عشان يعرف يشتغل. تيري بيحاول يهدي ماري اللي بتكون مرعوبه وخايفه جدا على ناثان وبيأكد لها ان كل حاجه هتبقى تمام، بس وهي بتعيط كده تيري بيعمل حاجه غريبه جدا، بيقرب منها عشان يواسيها فبتمسح بكرامته الارض، فبيعتذر لها وبيقول لها ان هي بتفكر باختها التوأم جين، فبتقول له ماري اوعى تكون فاكر ان اختي كانت بتحبك زي ما انت كنت متخيل. بتقول له ان جين عمرها ما حبتك، دي بس كانت بتخرج معاك شفقه على حالتك دي مش اكتر، وبتقول له كمان ان هو السبب ان جين تهرب من البلد كلها ومحدش يعرف لها طريق عشان ترتاح منك ومن ملاحقتك المستمره ليها طول الوقت. هنا تيري بيتوجع بالكلام ده وبيعيط بحرقه، بس ماري ما بتشغلش بالها تماما بيه وبتسيبه وبتروح تطمن على ناثان، فبتلاقي وشه اصفر كده وجسمه بقى ساقع وبتفهم انه مات.
بس ريتشارد بيقول لها ان الواد ده كويس وحالته مستقره. ماري بتقول له ساعتها ان هي مش مصدقه كلامه، فعشان يطمنها بيقول لها انه هيروح يتصل بالاسعاف دلوقتي عشان تيجي تاخده، وبيمسك التليفون قدامها وبيتصل بالاسعاف فعلا. بس الصدمه ان ماري بتلاحظ ان سلك التليفون مقطوع اصلا، فبتفهم ان ريتشارد بيخدعها وبتحس بالخوف وبتحاول تهرب، بس بتتعب فجاه وبتفضل تجيب اللي في بطنها في الحوض. لما ريتشارد بيشوف كده بيعرض عليها علاج يهديها كده، بس بترفض. عامه يعني ماري بتسيب الاوضه وبتلاحظ إيلين وهي بتدي تيري حقنه وبتعامله كانه عيل صغير، فبتحس ماري انهم ممكن يكونوا متفقين مع بعض، وبتحاول انها تهرب من البيت ولكن بتلاقي الابواب كلها مقفوله. وهنا بتيجي إيلين وبتضرب ماري على وشها بالقلم وبتقول لها انا مش قلت لك قبل كده ما تمشيش على السجاده وانت لابسه الجزمه يا كيت؟ كيت مين يا ستي؟ انت مجنونه. هنا بيجي ريتشارد بسرعه وبيقول لها استني بس يا إيلين، دي مش كيت بنتنا، دي ماري ضيفه عندنا وما ينفعش نعمل معاها كده. وبيعتذر لماري على اللي حصل وبيقول لها ان إيلين عندها صدمه نفسيه من وقت موت بنتها كيت، ولكن ماري ما بتهتمش بكل الكلام ده وبتسال إيلين عن الحقنه اللي اديتها لتيري. فريتشارد بيقول لها انه مهدئ بس عشان يعني اعصابه تهدى بدل ما هو عمال يعيط زي الاطفال كده، وبياخد إيلين وبيمشي. فتقرب ماري من تيري وبتطلب منه تليفونه عشان تبلغ الشرطه، بس هو بيقول لها ان إيلين خدت منه التليفون، وده بيخلي ماري تتعصب وبتفهمه ان ناثان مات وريتشارد هو اللي قتله واكيد هيخلص عليهم هم كمان. في اللحظه دي ريتشارد وإيلين بيظهروا وبيعزموهم عشان يتعاشوا معاهم. طبعا ماري بتوافق وبتجاريهم في الكلام لحد لما تلاقي طريقه عشان تهرب بيها من البيت ده. واثناء العشاء ريتشارد بيوري ماري صوره بنته كيت وبيقول لها انها كانت بنت جميله وطيبه، وبيوريها كمان البوم صور عملته إيلين بيكون فيه صور كل البنات الصغيرين اللي اختفوا خلال السنين اللي فاتت. وهنا ماري بتتصدم لما بتشوف صوره اختها جين وخوفها بيزيد وبتصمم انها محتاجه تكلم ام ناثان عشان تعرفها باللي حصل لابنها، بس ريتشارد بيرفض وبيطلب منها انها تشرب الشاي معاهم وتسمع الكلام. ساعتها إيلين بتيجي تشرب كوبايه الشاي بتاعتها، بس ريتشارد بيوقفها في اخر لحظه وبيقول لها ان دي كوبايه بتاعت ماري، فبتعتذر إيلين كده بكل هدوء وبتقدم الشاي ده لماري. طبعا الحركه دي بتخلي ماري تشك وتفهم ان الشاي ده في حاجه غلط، فبتتعصب وبتقوم تمسك السكينه وبتهددهم بيها عشان يخرجوها من البيت ده، بس ريتشارد بيقدر يسيطر عليها بكل سهوله وبيحبسها بعدها في خزنه صغيره كده تحت السلم، وبيسيب تيري يحرسها ويراقبها، والواد تيري بيوافق بدون اي اعتراض. طبعا انت يا صديقي محتار من تصرفات عمنا تيري، بس ما تقلقش هنعرف كل حاجه بعد شويه. المهم ان ماري بتفضل تترجى تيري يخليها تخرج، بس هو بيرفض لان هو لسه زعلان منها عشان يعني دايما بتعامله باحتقار ومش مهتم غير بناثان اللي مش بيحبها. واثناء ما هو بيتكلم بيلاحظ ان رجليه نملت كده، فبيخمن ان إيلين ادت له جرعه زياده من المهدئ، بس ماري بتقول له فوق بقى من اللي انت فيه ده وافهم ان الناس دول عاوزين يأذونا. بس الواد تيري ولا هو هنا وبيبان انه واثق ثقه عمياء في الاثنين العواجيز دول. وفجاه مفعول الدواء بيبدا يزيد في جسمه وبيبدا يتخيل ماري انها اختها جين، وبيفتكر الاوقات اللي قضاها سوا وازاي حبوا بعض. هنا ماري بتستغل الفرصه وبتمثل انها جين فعلا وبتقدر تخليه يفتح باب الخزنه، واول لما بتخرج بتطلع على اوضه كيت بسرعه وبتحاول تنط من الشباك، فيروح وراها تيري وهو لسه متخيل ان هي جين وعاوزه تهرب منه تاني، فبيحاول ان هو يمنعها بس ماري بتزقه بعيد عنها. وفي اللحظه دي بالظبط بيترمي عليهم علبه غاز جوه الاوضه والدخان بيملى المكان كله، وده بيخلي ماري تتنفس بصعوبه شديده، بس بتقدر وسط الدخان ده ان هي توصل للدور اللي تحت. بتحاول تلاقي طريق للهروب، بس ريتشارد ومراته بيظهروا من وسط الدخان وهم لابسين اقنعه غاز وبيهجموا عليها، بس ماري بتتخلص منهم وبتمسك سكينه كده وبتلوش بيها يمين وشمال بحيث يعني اي حد قدامها تخلص عليه. بس في الاخر كده بتقدر انها تحدد مكان واحد فيهم وبترمي عليه فازه كبيره وبتوقعه على الارض، وبتطلع ان دي إيلين. فبسرعه ماري بتاخد القناع بتاعها وبتلبسه، بس للاسف يا صديقي إيلين بتقدر تحقن ماري بحقنه في دراعها، لكن ماري بتسحل إيلين لحد المطبخ وبتربط دراعها في باب الفرن. في اللحظه دي ريتشارد بيوصل من ورا ماري وبيبدا يهاجمها، بس ساعتها بتقاومه بقوه وبتفضل تضربه لحد لما بتخرجه بره المطبخ. فبيحاول ريتشارد انه يدخل تاني، بس ماري بتقفل الباب بقوه على ايده كذا مره لحد لما صباعه بيتكسر. بعدها بتاخد إيلين رهينه وبتطلب من ريتشارد يسلمها مفاتيح عربيته وكمان يسلمها تيري عشان تاخده وتمشي. وللاسف يا صديقي بيبدا مفعول الماده اللي اتحقنت بيها ماري يشتغل جوه جسمها وبتحس انها مشوشه ومش قادره تميز اللي بيحصل حواليها كده. بس في المجمل يعني عمنا ريتشارد بيوافق في الاخر ان هو يديها مفتاح العربيه، لكن لما بتخرج ماري بتلاقي تيري مرمي على الارض وهو مش في وعيه ومفاتيح عربيه ريتشارد في جيبه، فبتسحب تيري على الجراج وبتحطه في العربيه بصعوبه، وبعد كده بتفتح باب الجراج عشان تمشي من البيت المرعب ده. وسوء الحظ بتلاقي ريتشارد
ومراته واقفين قدامها، والاسوأ من كده ان تيري بيضربها بالنار من ظهرها. طبعا ماري بتكون في حاله ذهول ومش مستوعبه ان تيري ممكن يموتها، بس ريتشارد بيقرب منها وبيقول لها ان هو زعلان لانهم كانوا عاوزين يخلوها تقعد معاهم، بس هي شخصيتها متمرده وهتتعبهم، فقرروا ان هم يتخلصوا منها. طبعا ماري ما بتكونش فاهمه حاجه، واكيد احنا كمان مش فاهمين حاجه، بس الحمد لله ريتشارد هيعرفنا كل حاجه دلوقتي، لانه بيروح لتيري وبيقول له برافو عليك يا حلوف، قصدي يا تيري، انت عملت كل المطلوب منك وتستحق مكافأة. وبيحط على كرسي المتحرك وبياخده على الخزنة اللي كان رافض يفتحها من أول الفيلم. الصدمة بقى إن الخزنة دي وراها أوضة سرية ريتشارد ومراته حابسين فيها جين أخت ماري التوأم ورابطينها بسلاسل بعد ما لبسوها لبس بنتهم كيت. وبيعرفنا إن إيلين وجوزها بعد وفاة بنتهم كيت خطفوا كذا بنت عشان يربوها مكان كيت وما يحسوش إنها ماتت، بس ما فيش واحدة فيهم كانت مناسبة لحد لما خطفوا جين أخت ماري، وبسبب إن جين فيها شبه كبير من كيت حبسوها عندهم في البيت. وفي النهاية إيلين وريتشارد صرحوا تيري بالحقيقه وعرفوه ان جين محبوس عندهم وخلوه يساعدهم عشان يخلصوا على ماري في مقابل انهم يخلوه يعيش مع جين. في اللحظه دي ماري بتلمح اختها في مرايه العربيه وبيكون نفسها انها تساعد اختها، بس للاسف ماري بتكون في اخر لحظات حياتها وبتموت في الاخر. بنشوف تيري وهو بيتحبس في نفس الاوضه مع حبيبته القديمه، وبعدها الاحداث بتنتقل لاسبوع قدام وبنشوف ام تيري وهي مخلص شغلها في بيت ريتشارد وايلين، وبيلاحظوا انها زعلانه ومش زي عوايدها، فبتقول لهم ان تيري بقاله اسبوع مختفي وما رجعش البيت. فبيطمنها ريتشارد وبيقول لها هتلاقيه سافر مع حد من اصحابه كام يوم كده وهيرجع، فبتهز راسها كده وبتسيبهم وبتمشي. ولحد هنا نهايه الفيلم. بصراحه دي من اسوأ النهايات اللي انا صادفتها، تتحط من بين اسوأ 10 أو 5 نهايات شفتها في حياتي، لان مش معقول يعني نظلم بنت بريئه زي جين مع ناس مريضه زي ريتشارد ومراته والعبيط اللي اسمه تيري واختها في الاخر تموت كده. يعني الصراحه نهايه موجعه قوي. تقييم الفيلم ده بسبب النهايه 7/10 يا صديقي، لان النهايه برغم من انها قوية وسيئة جدا إلا إنها مش متوقعة تماما ومش يعني مش نهاية معتادة خالص. يعني ما تنساش يا صديقي تعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا سلام.